بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرة مع عادل على اليوتيوب، أهلا وسهلا بحضراتكم. لو بتشوفونا على اليوتيوب لايك وشير ومتابعة لقناتنا على اليوتيوب. لو بتشوفونا على الفيسبوك لايك وشير ومتابعة لقناتنا على الفيسبوك. إن شاء الله عاوزكم تقولوا لي في التعليقات إيه رأيكم في أداء النادي الأهلي في مباراة نصف النهائي أمام فلومينزي البرازيلي. ايه رايكم في الاداء؟ هل النادي الاهلي كان يستحق الخساره ولا كان يستحق الفوز؟ هل النادي الاهلي قدم المطلوب منه في المباراه ولا لا؟ يا ريت تقولوا لي رايكم في التعليقات. الف شكر للنادي الاهلي على ادائه، مباراه قويه امام فلومينزي البرازيلي. بصراحه النادي الاهلي ادى شوط عالمي امام الفريق البرازيلي. كل شيء النادي الاهلي عمل كل شيء في الكرة الا احراز الاهداف. في الشوط الاول النادي الاهلي هجوم ضاغط من بداية المباراة وبعض الهجمات للفريق البرازيلي. الفريق البرازيلي اللي قلت لحضراتكم امبارح ان هو جبار هجوميا وعشوائي في الدفاع. النادي الاهلي لعب على الحتة دي تأمين مرماه مع الهجمات المرتدة. أضاع النادي الأهلي العديد من الأهداف كان ممكن يخلص بها المباراة من الشوط الأول. وهناك ضربة جزاء لمحمود كهربا في الدقيقة 8 أثر دفعه من الخلف داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم اللي احنا قلنا ده رقم واحد في العالم مورشينياك لم يلتفت للكرة ضربة جزاء ولا لا، ولم يستدعيه الفار لمعرفة هل هي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء. فظلم النادي الأهلي في ضربة الجزاء دي. ومع ذلك بعد الأداء القوي ده النادي الأهلي خسر 2-0، وخسر أول مرة إن يبقى طريق النهائي سالك لهذه الدرجة. كان النادي الأهلي الصعود كان ممكن إيده، ولكن النادي الأهلي فشل في الصعود وخسر 2-0. إحصائية بسيطة عن أرقام الأهلي في المباراة. النادي الأهلي محاولاته على المرمى 18 محاولة على المرمى، منها 6 بين الثلاث خشبات. يعني النادي الأهلي كان بإمكانه إحراز 6 أهداف على مدار شوطي المباراة. في المقابل فريق البرازيل كان عنده 13 مساحة على المرمى. يعني النادي الأهلي محاولة المرمى أكثر من الفريق البرازيلي. تمرير الكرة، النادي الأهلي مرر الكرة رغم السيطرة الميدانية للفريق البرازيلي، لكن الآن النادي الأهلي مرر الكرة 682 تمريرة مقابل 363 تمريرة للفريق البرازيلي. النادي الأهلي عمل 27 عرضية، الفريق فلومينزي عمل 23 عرضية. إذا أرقام النادي الأهلي أعلى من الفريق البرازيلي، ومع ذلك خسر المباراة في الشوط الثاني. ليه النادي الأهلي خسر المباراة؟ خسر المباراة لضعف اللياقة البدنية اللي كنت متخوف منها في الشوط. اتحاد جدة حصل النهارده، النادي الأهلي لعب لكن حصل ما كنا نخشاه في الشوط الثاني، وهبوط حاد في اللياقة البدنية. على أثرها طبعا الفريق البرازيلي كان سايب النادي الأهلي إن هو يستحوذ في الشوط الأول علشان يضغط عليه وينهي المباراة في الشوط الثاني. تمكن الفريق البرازيلي من إحراز الهدف الأول عن طريق ضربة جزاء احتسبت لصالح مارسيلو الباك الشمال وتسبب فيها بيرسي تاو. تم إحراز الهدف الأول، وقبل نهاية المباراة تمكن اللاعب البديل للفريق البرازيلي من إحراز الهدف الثاني أثر تسديدة صاروخية بقدمه الشمال على يمين محمد الشناوي. هارد لك للنادي الأهلي
اديته مباراه كبيره جدا. شابوه للاعبي النادي الاهلي على الاداء القتالي اللي هم عملوه، ولكن هبوط مستوى حسين الشحات وهبوط مستوى كهربا وهبوط مستوى بيرسي تاو، كان بتمنى تدخل من المدير الفني للنادي الاهلي بدري شويه. كان المفروض بدري، بدل ما ابدا تغييرات في الدقيقه 70، لا بعد ربع ساعه من الشوط الثاني ابدا اغير علشان انشط اللعيبه في الملعب، لان الفريق البرازيلي كان نشط واستحوذ على الماتش. وصل الاستحواذ ل 57-43 لصالح الفريق البرازيلي، وفي بعض الفترات وصل ل 70 للفريق البرازيلي 30 للنادي الاهلي. في اللحظه دي المفروض بعمل تغييرات علشان انشط النادي الاهلي، ولكن تاخر في اجراء التغييرات، بدا يغير من الدقيقه 70. ولكن بحيي لاعيبه الاهلي على الاداء القتالي. كان نفسنا ان النادي الاهلي يصعد لاول مره في التاريخ للمباراه النهائيه، ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن كالمثل الدارج. اتكلمنا على ضربه جزاء كهربا كان ليه ضربه جزاء ايضا في الشوط الثاني في الدقيقه 73، ولكن برضو الحكم لم يحتسبها. بصراحه محمد هاني عمل مباراه كبيره، علي معلول عمل مباراه كبيره، مروان عطيه، اكرم توفيق عملوا مباراه رائعه. طبعا هبوط في مستوى محمد عبد المنعم، ولكن ياسر ابراهيم كان شايل خط الدفاع بتاع النادي الاهلي. وشابوه لمحمد الشناوي اللي هو طلع من مرماه 3 أهداف محققه، خلاف الهدفين 3 أهداف محققه. محاولات الفريق البرازيلي على المرمى كان 6 محاولات ما بين ال3 خشبات، احرزوا منهم هدفين، وتمكن محمد الشناوي من اخراج 3 أهداف محققه. بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. هيلعب مباراه الثالث والرابع يوم الجمعه القادم في الساعه 4:30 عصرا، مع الخاسر من مباراه مانشستر سيتي وفريق اوراوا بطل اليابان. بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراه تحديد المركز الثالث والرابع، والنادي الاهلي يستطيع ان هو يحرز برونزيه العالم. الف شكر لكل اللعيبه على الاداء اللي هم ادوه النهارده في المباراه، وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه. وبتمنى ان ال3 ايام اللي هم الفاصل بتوع المباراه دي، ان مارسيل كولر يعمل استشفاء جيد للعيبه علشان يقدروا يعودوا لمستواهم ويقدموا مباراه كبيره زي ما قدموا مباراه كبيره امام اتحاد جده السعودي. في نهايه لقائي مع حضراتكم اتمنى تدعموني بلايك وشير ومتابعه لقناتي على اليوتيوب والفيسبوك عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الساده المشاهدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.